السلام عليكم، مرحبا بالجميع. مع وصفات بلقيس. اليوم وصفة تاعي ان شاء الله غادي نديرو البقلاوه او بقلاوه بالعجينه بلا ماشينه بلا والو، غير بالرولو نحلوها بطريقه سهله مبسطه، تجيكم مرقه، تجيكم شغل لاباط فيلو، يعني تجيكم مرقه بزاف بزاف. برك تبعوا كيف طريقه التزيين تاعها كما تشوفوا توجور لكم النتيجه قبل ما نبداو في الوصفه. وطريقه التزيين تبقى لكم اختياريه، بغيتو ديروها بهذو وردات، بغيتو ديروها يعني غوايه كما حبيتو. المهم انا نوريكم الوصفه وطريقه التحضير. هنا عندي 4 كيلات تاع كاوكاو مقلي ومرحي. هنا الاخوات اللي بغات تبدلها باللوز بدله باللوز، يبقى الاختيار. كتشوفوا راني قاليته وطحنته، كتشوفوا ما هو رقيق ما هو غليظ، يعني متوسط. هنا درت 4 كيلات، هذا كيلو طحني 4 كيلات سوا يعني ما هو ناقص ما هو زايد. هنا الاخوات اللي تبغات السمك تاع البقلاوه تاعها يجي عالي، تجيب البلاطو تاعها اللي غادي تعبر فيه، دير فيه البقلاوه تاعها، تفرغ الكاوكاو هكذا مطحون، تفرغو وتشوف السمك، يعني السمك اللي بغاتو، يعني العرضه اللي بغاتو تاع الكاوكاو تاعها. بس كل يبغوها عاليه وكل يبغوها شويه هابطه، وكل واحد كيفاش. هذه الطريقه السهله. هنا نبداو بالحشوه هي الاولى باش تتعسل والسكر هذاك تاعها يذوب، ومن بعد نروحوا للعجينه ان شاء الله بحول الله. هنا درت قرصه تاع ملح. هنا نوجد فيها انا قبل المغرب بواحد الساعه هكذا، مور الفطور راح نخدمها تجيني سهله مهله. هنايا درت نص كيلو تاع سكر. فوالا توجور هذا البول هذا او هذه الغرفيه هذه نعبروا بها كامل المكونات من حتى من العجينه. فوالا درت 4 كيلو تاع السمن او مارغرين اللي كاين. ندير شويه تاع كاوكاو في الماء ونعاود الناس باش ما تبقاش الزبده حاصلت لي في هذيك الغرفيه، ونحطو نخلط انا كلش. وغادي ندير ان شاء الله ثاني المزهر. هنايا التشميخ تاع الكاوكاو تاعنا ما خلوش مشمخ بزاف وما خلوش يابس بزاف. هنا درت زوج تاع سكر فاني. هنا اللي ما عندهاش هذا تاع باكي تقدر دير مغرفه كبيره باش يجينا الكاوكاو تاعنا منكه يجينا بنين. درت ربع مغرفه صغيره تاع قرفه، تجيكم تعطيكم واحد البنه روعه في لافاغس او في الحشوه. خلطت هذوك المكونات كاملين كتشوفوا بالزبده قبل. وهنايا درت حوالي 4 مغارف تاع ماء الزهر. فوالا خلطت هذوك المكونات كامل ونخليها اكوتي تتعسل في غلها، وهذاك السكر يذوب. فوالا باش ما تجيكمش الحشوه يابسه من بعد. فوالا نحطها بجي ونروحوا للعجينه. بالنسبه للعجينه عندي 4 كيلو تاع فارينه، عندي 3 كيلات الاولى فارينه او الطحين، والكيله الرابعه نصها فارينه ونصها مايزينا او النشا. وانا الاخوات اللي ما يعرفوش هي المايزينا هي النشا. وانا الغرفيه الاولى نحكي لكم بالتفاصيل. وعلى الغرفيه الثانيه هذه انا ما درتليش غير بلاطو واحد، هذا العبار هذاك كما شفتوا البلاطو هذاك يرفد 35 على 40، دارت لي واحد كبير وواحد صغير، يعني هذا العبار يرفدكم بلاطو كبير وبلاطو صغير. فوالا هي الرابعه كتشوفوا ندير نص فارينه ونكملها بالمايزينا باش تجيكم هشيشه وتجيكم مقرمشه. كما قلت لكم خلوا العجينه باك ترتاح باش ما تغبكمش في الحل وتجيكم ساهله مهله تحتيكم تجريكم تجري تحت الرولو. كتخلوها ترتاح كما العجينه تاع السمر كنخلوها ترتاح نفس الطريقه. درت هنا قرصه تاع ملح، درت ساشي تاع او باكي تاع سكر فاني، درت غرفيه تاع نفس الغرفيه نفس العبار تاع مارغرين او الزبده اللي تخدموا بها نتوما. فوالا تشوفوا ونروح نبسس كامل هذاك الزبده او هذاك اللي دام ندخله كامل في الفارينه باش يجينا من بعد نبسه. واخواتي اللي عندها صيار او سياح بعد ما تخلط هذيك هذا بهذه الطريقه تفوت على السياح باش تضمن بلي هذوك الحبيبات كامل تاع الفارينه شربوا الليدان تاعها. هذه احسن طريقه باش تجيكم ناجحه، يعني تجيكم خدمه كما نقولوا حنا نقيه، وخدمه يعني 100% كما نقولوا حنا ناجحه. فوالا باسكو راه شويه البرد والزبده كنفرغوها لازم شويه تبقى تجمد شويه، على ذاك فوتوها في السيار يكون احسن. فوالا تشوفوا بعد ذلك انا خلطها. وانا نجيب انا غادي عندي واحد هذه غادي ندير بها بعد نفس الطريقه حتى نفوت كامل اللي عندها السيار كبير 5 دقائق ما دقيقه زوج تفوت كامل على العجينه تاعها بهذه الطريقه.
هنايا بعد ما فوت عليها كامل درت عليها حبه بيض. انا هذا البيض حبه بيض فيه زدت فيها 2 صفار بيض، يعني مانيش دايره زوج، راني دايره غير حبه كبيره تاع بيض. ونخلط ونشمخ بنفس الكيله، ندير نص ماء ونص مع زهر، ونرون العجينه تاعي حتى نحصلوا على عجينه طريه، يعني ما تيبسوهاش، خلوها طريه باش تجيكم الخدمه سهله. البقلاوه توجور نطروا العجينه تاعها، كامل العجينه تاعي نديمها، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. بحاول يعني نختصر باسكو الفيديو طويل بزاف، على ذاك راني نقص في المراحل. هنا راهي باينه، نخلطها كما قلت لكم نص كيلو ماء نص كيلو مع زهر، نرونها ونلمها كامل. فوالا هنا بعد ما لميتها كتشوفوا العجينه كيفاش طريه، نديرها في ساشيه باش ترتاح. فوالا من بعد تجيني خدمه سهله، حوالي 10 دقائق ولا هذاك المكان، ومن بعد نوريكم كيفاش تخلوها ترتاح باش تخدموها ان شاء الله باذن الله. وانا هنا بعد ما خليتها ارتاحت كما راكم تشوفوا كيفاش تولي الاستيك وتجي ساهله الخدمه. هنايا نخرجها من الساشيه هذيك، ونكون لي بولات تاوعي اللي غادي نخدم بهم الحجم اللي بغينا. فوالا انا غندير 8 9 عفوا ماشي 8، ندير 9 تاع كرات. فوالا هذه لاستيس اللي غادي تخدموا بها البقلاوه تاعكم، تجيكم ساهله تجيكم مرقه وتجيكم شغل لاباط فينو، يعني روعه. هنا اخوات اللي عندها هذوك لي بابي تاع الديول، اللي عندها هذو ديري بابي تاع الديول بلا ما تجيب بابي كويسون ولا طواسيري، واللي ما عندهاش تقطع طواسيري، واللي ما عندهاش طواسيري تجيب بابي كويسون ودير بهذه الطريقه. هنا ديروها كامل حتى تكملوا كامل الوراق تاعكم، وتغطوها بساشيه وتخلوها ترتاح. انا هذه العمليه تاع قبل الفطور مور الفطور خدمتها. تشوفوا العجينه تمشي لكم بكل سهوله، ما تغبنكم ما والو. انا تشوفوا كيفاش تتغسل بلا ما تحلوها غير بيديكم باسكو تنطلق. تعرفوا الفرينه كيفاش تريح تمشي غير وحدها. فوالا هنا نروحو نخدموا العجينه تاعنا. انا بعد الفطور هنايا راني خليتها ارتاحت، فطرتهم غسلت الماهين وخليتها ارتاحت. هنا ندهنوا السنيوات تاعنا، نديروا الطبقه الاولى ونديروا الورقه الاولى وندهنوها، تعرفوا طريقه تاع البقلاوه، ونديروا الزوجه وندهنوها، ونديروا الثالثه وما ندهنوهاش، الثالثه ليها بعد نديروا الحشوه يعني ما تدهنوهاش. هنايا ندير 3 طبقات انا، وثقبوها باش ما تتقفل لكمش العجينه، وفي نفس الوقت تطيب ويدخل الهواء. هنا درت لافاغس تاعي تشوفوا كي تخلوها ترتاح تزيد تنتفخ يعني يضعف الحجم تاعها. مما داك السكر يذوب يعني ما يبقاش هكذاك. توجور البقلاوه خلوها تريح، لافاس تريح، العجينه تريح باش تنجحوا فيها. هنا كما شفتوا بعد ما درت 3 طبقات، الطبقه الاولى ودهنتها، الزوجه ودهنتها، والثالثه ما دهنتهاش، فرغت لافاس. فوالا سقمها هنا باش تجينا سوا. الاتقان هو اللي يجيب لكم النتيجه مليحه. ونكمل نفس الطبقات اللي بقاو بنفس الطريقه، نحطو ندهن بالزبده، نحطو ندهن حتى نكمل كامل الطبقات. تشوفوا العجينه كيفاش كتريح كي تمشي وحدها بلا ما تغبنكم وبلا ما تبذلوا اي جهد، يعني بالخف. راهي شفافه يعني راهي باينه شفافه يعني ماهيش خشينه. ونحط الطبقه هذيك ندهنها بالزبده، نثقبها اولا، نثقبها بشويه تاع نثقبها بالفرشيطه هكذا باش من بعد كما قلت لكم ما تقوفر لكمش. وندير الطبقه الثانيه حتى نكمل كامل الطبقات. تعرفوا البقلاوه فيها شويه خدمه ولكن النتيجه تجي روعه.
وهنا كتشوفوا كاش ثقبه ولا قطعت لكم ولا كلوا شويه من العجينات اللي غسلتوها حطوها فوقها، يعني مكاش مشكل، بس كل عجينه راهي كما نقولوا راهي رقيقه بزاف، يعني ما تخافوش منها، ما غاديش تبان لك هذيك الطبقه اللي زدتوها شويه، ما غاديش تبان اصلا كتب، غادي كلشي يدرك. فوالا هنا كتشوفوا راني ثقبت ثاني فيها بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الطبقات. والعجينه التاليه غادي نصنعها وريدات، انا غادي نديرها وريدات سواء وردات بغيتو ديروها ولا ورشه، يعني يبقى لكم الاختيار في التزيين تاعها، ولا تخلوها سامبل كما حبيتو. ولا هنا بعد ما كملت كامل الطبقات نجيب الموس ونقطع هذوك الاطراف بهذه الطريقه. وبالنسبه للقطع انا غادي نديرها مربعات، باسكو المربعات ما يخليكمش هذوك الشوت بزاف او هذوك القراضي بزاف تاع البقلاوه ما يتحصلكمش، يعني تبقى تقطعوا شحال من حبه يعني. هنا شفتوا المقروضات تجيكم فيها بزاف النص 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 في البلاطو، يعني تجيكم نص حبه اللي تبقى لكم. انا نفضل نقطعها مربعات وانتم ما يبقى لكم الاختيار. ولا هنا بعد ما قلعت هذوك الشوت كامل تشوفوا الاطراف هذو نقدروا نديروا فيهم بهم ثاني وصفه واحده اخرى. هنا الاخوات اللي ما عندهاش فكره، اللي عندها الماشينه تاع القيوشه تحلها وتقطعها ودير بها تاع الاخرى هذيك يا ربي واسمها النوغا تقطعها وديرها سباغيطي وتقلي هذوك العجينه تاعها، وبعدها تخلطها مع الكاوكاو ولا اللوز ومع العسيله وديرها النوغا. دخل في اليوتيوب غادي تلقاوها ان شاء الله باذن الله. هنا جبت موس قاطع تشوفوا. هنا الاخوات اللي مبتدئات من الاحسن ندير مسطره باش تعبر العجينه تاعها باش تقطعها كيف احنا معرفين نقطعوا، يعني غير باين نعرفوا. وانا قطعتها مربعات. اللي مبتدئه من الاحسن دير مسطره باش تعرف تجوه الحبات تاعها كامل كيف. ممكن تشوفوا هنايا يخرجوا لك يكونوا تقطعوهم مربعات، يعني تخرج لكم الحبه هذوك لي شوت ما يكونوش كاين هذوك الاطراف هذوك نص نص، يعني بلاطو كامل تقطعوه يجيكم حبات تاعكم عادي. هنايا بالنسبه للوردات انا درت هذه تشوفوا كبيره، وندير هذيك الصغيره في وسطها، وندير فيها حبه اللوز ولا كاوكاو اللي الحبات اللي غادي ديروهم من فوق اللي حاضرين. كما شفتوا في بدايه الفيديو عطيتكم واحد منظر شباب البقلاوه تاعكم. فوالا تقدروا ديروا وردات تقدروا ديروا زوج عندك ما حبيتوا. ونرشق فيها هذيك حبه اللوز وندهنها بالزبده من فوق مليح ومن بعد نطيبها. انا طيبتهاش ما كملتهاش حتى 12 تاع الليل، انا حتى الصباح طيبتها خليتها برا وغطيتها حتى الصباح طيبتها 7 تاع الصباح. كتشوفوا الزبده كيفاش جمدت باسكو راهي بروده. حتى الصباح طيبتها باسكو ما قدرتش حتى 12 تاع الليل كملت العجينه معاك تعرفوا معاينيتو. عييت حتى الصباح طيبتها 7 تاع الصباح نقليها ديريكت طيبتها على 160 درجه، شعلت عليها غير من تحت على 160 درجه كي حمرت لي. يعني الكوشه تاعي بلا ما نشعل عليها من فوق تحمر ثاني من فوق باسكو فيها الرواحه هذيك توزع الحراره. والاخوات هنايا دائما نشعلوا غير من تحت على 160 درجه باش تطيب غرضها. بقلاوه فيها طبقات لازم تطيب غرضها. وطيبتها ولا هنايا النتيجه كتشوفوا بعد ما خرجتها من بعد ما طابت وعسلتها بكيلو تاع عسل، كيلو يعني بالتمام بالكمال، وخليتها شربت خليها هنايا تشرب ومن بعد نقطعها ونتلاقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه. والى هنا ينتهي الفيديو تاعي ان شاء الله. غادي من بعد نقطع لكم تشوفوا النتيجه.
وهنا يكمل الفيديو تاعي. الى اللقاء، نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله باذن الله. متنساوش ديروا لنا البصمه وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله. صحفظوكم، الى اللقاء.